بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذهب الشهر، ذهاب ثلث الشهر يؤذن بذهابه كله. ما أسرع مرور رمضان، ذهب الثلث والثلث كثير. ذهب ثلث هذا الشهر ولا نعلم. نحن عند حسن ظننا بالله، نسأل الله يجعلنا وإياكم من المقبولين ومن عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم. فمن المقبول منا فنهنيه، ومن المحروم منا فنعزيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا في رمضان هذا العتق من النيران والرضا من الله عز وجل الرحيم الرحمن. أيها الإخوة الكرام، ونحن نتذكر ذهاب هذا الشهر نتذكر ذهاب عمرنا. عمر الإنسان يذهب، عمر الإنسان يمضي. كل يوم نطوي فيه صفحة التقويم نطوي يوما من عمرنا. فالإنسان الذي يحتفل بيوم ميلاده، يحتفل بأنه بلغ من العمر كذا وكذا، هو في الحقيقة ينبغي عليه أن يعزي نفسه أنه قد اقترب أجله من الموت. قد اقتربت كثيرا من لقاء الله عز وجل، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. كلنا إن شاء الله ذلك الرجل الذي إذا وصل إلى أجل الله فهو يحسن الظن بربه، ويسأل الله حسن الخاتمة، ويسأل الله أن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لذلك هذه ذكرى بسيطة أحببت أن أذكر به نفسي والحاضرين. الأمر الآخر أيها الإخوة، نذكركم بمشروعنا، مشروع رمضان غزة. ما زال هذا المشروع ما شاء الله غضا طريا، وقد بذلنا فيه جهدا كريما. اقترب نزول الراتب، ورواتب المتقاعدين نزلت، صح يا جماعة؟ رواتب المتقاعدين نزلت. فلا تنسوا أن تزكوا راتبكم وتعظموا أجركم عند الله بدفع شيء لنصرة إخوانكم في غزة. هذا الذي يحتاجه إخواننا ككفاية في هذه الأيام، علما أن كثير من الإخوة يسأل هل تصل المبالغ؟ تصل المبالغ ولله الحمد، تصل المبالغ. ومن يقول لكم غير ذلك فهو مخطئ أو واهم أو جاهل. تصل بإذن الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه يتقبل من الجميع إن شاء الله صالح الأعمال. لا تنسوا إخوانكم. من أراد أن يدفع لهذا المشروع بكل بساطة يستطيع الذهاب إلى الإخوة هناك في الخارج في كشك أو مكان مكتوب عليه كاف الإنسانية جمعية الإصلاح باللون البنفسجي، يستطيع أن يذهب إليهم، سيخدمونه بالدفع المريح، سواء بالبنفيت أو الفيزا كارد أو الكاش أو بأي طريقة يريدها، حتى أصحاب الشيكات. فنسأل الله سبحانه يتقبل من الجميع، ونسأل الله يعيننا وإياكم على إدراك بقية رمضان، وأن يبلغنا وإياكم ليلة القدر إن شاء الله، ويعطينا أجرها وبركتها. وقوموا إلى تراويحكم مشكورين مأجورين.